سلام سلام، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة كنوز فود. الطبق اليوم طبق مغربي بامتياز. اليوم غادي نوجد معكم بسطيلة ديال الحوت بمقادير وبطريقة جد سهلة بالنسبة للمبتدئات. بالتفاصيل ديالها كاملة. أول حاجة غناخدو مقيلة، هاد المقيلة هي المسندة الرسمي لهاد الفيديو. غادي ناخد مقلة غادي ندير فيها زويته بلدية، سينو بغيتو ديروا الزبدة استعملوها مكاينش مشكل. كناخدو 2 حتى 3 ديال الطريصات ديال الثومه محكوكين، وكندوزوهم في هذيك الزويته كتكون سخونه حتى كتطلق ديك البنه ديالها. غادي ناخد عندي هنايا 2 كيلو ديال الكروفيت، هبره يعني اللحم بعد ما نقيته وغسلته سقطرته مزيان من الماء. الكروفيت خصو يكون ناشف من الماء باش ما يطلق لكمش الماء بزاف. صافي كنسموه بشويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، وغادي نخليوه يطيب. راه الطياب ديالو دغيا دغيا غير يبان لكم هكا بدا كياخد الطياب. نطفيو عليه باش ما يقصاحش لينا. من بعد ما كيتشحر بحال هكا غادي ناخدو شبيكه ونصفيوه من داك الماء ونخليوه يتسقطر مزيان. وفي نفس المقله غادي ناخدو عاوتاني زويته وناخدو شويه ديال التويمه هكا، نخليوها حتى هي حتى تطلق البنه ديالها. ونضيفو الكالامار او السيبيا، انا خدمت هنا بالسيبيا. تقريبا عندي كيلو ونص ديال السيبيا بعد ما غسلتها ونقيتها مزيان وقطعتها قطع بحال هكا ودرتها تقطر. صافي غادي حتى هي نشحرها، ما تخليوهاش حتى تعصى، غير كيتشمع وتدخل فيها هكا الطياب. وبنفس الطريقه غادي نحيدوها ونتبلوها بعدا بمليحه والبزار، ونديروها في شبيكه حتى هي حتى تسقطر من داك الماء ديالها كامل وتنشف. غادي ناخذها في نفس الوقله، غادي نضيفوه بنفس الطريقه. غناخذوا الحوت. بالنسبه للحوت انا هنا اللي استعملت لي سبادو. خديت تقريبا 2 كيلو ديال لي سبادو. حاولوا تقطعوه قطع هكا دي مورسون في نفس الحجم بحال هكا باش ما يعذبكمش في الطياب ديالو. غادي نستشوف هذيك المقيله بشويه علينا وحنا كنقادوه بحال هكا. وغادي نسمو بالملحه والبزار، نخليو على ديك الجهه حتى كطيب، ونقلبوا للجهه الاخرى حتى ياخد حتى الجهه الاخرى تحمر وتاخد اللون. بالنسبه اللي ما توفرش عنده لي سبادو تقدروا تستعملوا الميرنا، تقدروا اي حوت بيض، ميرنا بانغا خليوها ديكونجلا وعبروا 2 كيلو ديالكم. تقدروا تستعملوا بحال اللي قلت الميرنا، تقدروا تستعملوا اي حوت بيض بالنسبه لكم، راه كيجي نفس اللوغو. نتبعوا غير الطريقه. صافي من بعد ما هنا تحمر ليا الحوت غادي ناخد عاوتاني الشامبينيون. بالنسبه للشامبينيون تقدروا تستعملوا شامبينيون فري، انا ما توفرش عندي، خديت غير شامبينيون معلب. خديت علبه ونص ديال الشامبينيون، علبه ديال كيلو. كنغسلو مزيان ونخليه ينشف، وغادي ندير له نفس الطريقه اللي درت للحوت. غادي نتبلو تا هو بمليحه وبزار، وعاو معاه راه كيطرطق يقدر يطير لكم على وجهكم. صافي كنبقاو نحركوه حتى كيتحمر وكياخد داك لوغو كياخد اللون. بالنسبه للشامبينيون اللي انا استعملت هاد لا مارك هادي، راه زوينه. هذوك كاين دي مارك اللي كتلقايه يابس هو ابيض وكيزيد يكمل، ملي كيطيب كيولي معصد. بالنسبه للشعريه الصينيه خديت هنا 5 ديال لي مورسو، خويت عليهم الماء طايب وشعلت عليهم البوطه واحد 10 دقائق. كاضافه كنضيف لهم هذاك الماء اللي قطر داك الحوت ديالي كامل، كنخوي عليهم باش كتجي من السما. وكنضيفوا واحد القبصه د الملحه، بغيتو ديروا عود ورقه سيدنا موسى ضيفوها. ندوزو للشرموله. بالنسبه للشرموله غناخذوا المقله نديروا فيها كونتيتي ديال الزيت خير الله. غادي نضيفوا واحد 6 حتى 7 د الفصوص ديال الثومه هكا محكوكين ونخليوهم يتشحروا. غادي نضيف واحد زليفه صغيره ديال القزبور ومعدنوس مقطعين ونخليو واحد شويه. من نخلطو كنضيفوه. صافي كنزيدو معلقه كبيره عامره ديال مطيشه كونسونطري، مطيشه د الحك، ومعلقه كبيره ديال الهريسه. هنا الهريسه انا ما حارش بزاف، غير محمضه فيها واحد اللمطه شويه. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكمون، ومعلقه او نص معلقه عامره ديال البزار، ومعلقه ونص عامرين ديال التحميره. غادي نسمو بمليحه. وغادي نضيف معلقه حتى المعلقه ونص ديال الحامض معصر هكا، ونضيفو واحد شويه. انا عندي هنا الصوجه كانت ثقيله، داكشي على
ضفت غير كونتيته قليله. من الافضل خدموا بالصوجه تكون خفيفه باش ما تبانش بزاف. صافي كنضيفوا واحد 4 كاس ديال الماء لديك الشرموله وكنخليوها بحال هكا حتى كتحمر وطيب على خاطر خاطرها. غناخذوا واحد قصريه ولا بول كبيره اللي تجمع لكم هادشي كامل. غنضيف الحوت كله من بعد ما نشف مزيان. راه كيف ما كتشوفوا راه ناشف. راه اول حاجه تقدروا البريباراسيون ديالكم بداو هاد الحوت وخليوه ينشف على خاطر خاطره. ومن ديك الساعه ملي قربوا يجيو ضيافنا ولا نقربوا نتغداو ولا شي حاجه عاد نمونطيوها. بغيتو تمونطيوها قبل وديروها في الثلاجه تقدروا تمونطيوها قبل. انا هنايا كانت عندي تقريبا غادي نحطها مع ديك 8 هكاك 7 يعني سكيف فيه عشاء. هنايا راه شي الوحده د النهار راني خدامه فيها غير مونطيتها طيبتها. صافي كنخلط داك الحوت كامل وداك الشعريه كنقسم ديك شرموله كندير كل حاجه فيها شويه. وداك الحوت حتى هو كندوزو في هذيك الشرموله وكنخليه بوحدو باش ما يتشتتش لينا. كنخلطوا الحوت شامبينيون فيرميسيل كاضافه زدت هنايا الزيتون مقطع والحامض مسير مقطع. كنخلط كلشي. الحوت كنخليوه ابار ولا فخص ديالنا كنخليوها واجده. ندوزو للورقه. بالنسبه للورقه خديت انا الورقه العاديه ديال الزيت اللي كيخدموا ما لقيتش ديال البخار. بغيتو تستعملوا ديال الفيلو راه حتى هي كتجي جد رائعه. بالنسبه في الاول كتكون كتقطع وداكشي ولكن راه كتعطي الطعم ملي كطيب كتولي زعما صراحه كتكون زوينه. ما تخافوش منها. كتكون مقرمشه زوينه. غير هي عطيوها غير دهنوها مزيان بالزيت وهذاك التحميره كيف ما كتشوفوا. صافي راه الطريقه ديال المونتاج ديال بسطيله راه اي مغربيه غتكون عارفاها. سينو المبتدئات يتبعوا غير الطريقه. كنديروا هكاك وريقات كنفرشوا وحده على وحده ونديروا في القاعده ديالنا ولا في التحت ديال اللاطه. على فكره اللاطه هنايا فيها 45 سنتيم. كنديروا 2 ورقات باش تكون القاعده شويه مهبره. غناخذوا النص ديال الكونتيتي ديال هذيك لافارس. نحاولوا نهزوا حوت وشعريه صينيه ونقادوهم ونعمروا الجناب ونقادو كيف ما كتشوفوا بحال هكا. كنوزع هذيك الحشوه على هذاك اللاطه مزيان وكنعمروا القناه بحال هكا باش ما تجيناش خاويه من القناه. غادي نبداو نضيفوا الحوت ديالنا اللي كنقطعوه هكا قطع ما كبار ما صغار الجهد ديال القيمه ولا ديال اللي غياكل الواحد. صافي كنبقى نستمروا بنفس الطريقه. نضيفوا الحوت ديالنا نضيفوا طبقه كامله ديال الحوت ستيفه وحده وعاد نكملوا لافارس من الفوق. بالنسبه للحوت وكيف ما قلت لكم لافارس خصها تكون اول حاجه بارده وتكون ناشفه مزيان باش الورقه ما تقطعش وباش ديك البسطيله ما تجيش الورقه ديالها سخفانه تجي الورقه مقرمشه. وعطيو الورقه شويه ديال الزيت باش ما تجيكمش ناشفه. صافي كنستمر بنفس الطريقه. كنعمر البسطيله ديالي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للمبتدئين يقدروا يتبعوا غير المراحل دقه دقه. بحال اللي قلت لكم نقدروا نوجدوا لا فخس على بكري ونقرب الحال عاد نمونطيوها. نقدروا نمونطيوها ونخليوها في الثلاجه حتى يقرب الحال وعاد نديروها طيب. صافي هنايا كملت. غادي نجمع هذيك البسطيله ديالي. كنرجع دوك الوريقات كيف ما كتشوفوا هكذا وانا كندهن بحال اللي قلت لكم بالزيت. ما تغلط ما تفنتيوش على الزيت ديما دهنوا به الورقه باش ما تجيكمش قاصحه وهكا مصايبه. صافي كندهن هكا الوريقات ديالي وكنجمع البسطيله كيف ما كتشوفوا في الفيديو راه موضح راسو. بالنسبه للكونتيتي ديال الحوت تقدروا تستعملوا نفس الكونتيتي الا كان هكا لينا للدار. راه ماشي بالضروره اننا نديروا هذيك الكونتيتي اكزاكت. نقدروا نديروا كيلو مخلط ما بين الكروفيت والكالامار وكيلو ديال الهبره ولا نص كيلو. المهم هي ديك البنه ديال ديك الشرموله ونقادو هكا بسطيله صغيره ولا على حسب الافراد ديال العائله ديالكم ونديروها اما غدا ولا عشاء. علاش لا راه ماشي بالضروره كنديروا هاد لي كونتيتي في كل بسطيله. راه ما تقيدوش بدوك لي كونتيتي. صافي كنستمر بنفس الطريقه. كنعاود نغطيها بهذوك الوريقات بعد ما كندهنهم في الاول بديك الزويته وغادي نكمل نمونطي البسطيله ديالي. بحال اللي قلت لكم راه بالنسبه للحوت راه ما تقيدوش بهذوك لي كونتيتي. صافي كنستمر بحال هكا وغادي ندهن الوريقات ديالي
وهنايا غنبدا نمونطي. شوفوا الطلماط ديال شي لحاف هو بسطيله. كنخشيها كيديا من واحد الجهه واليد الاخرى كنحاول ندخل بها هذيك الورقه اللي خارجه، وحاولوا تزيروا باش ما تجيكمش مرخوفه. صافي كنستمر بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا، تبعوا غير الفيديو. غادي نمونطي ديك البسطيله كامله ديالي، وغادي نحاولوا نضغطوا عليها شي شويه باش كتاخذ داك لا فورم ديال داك المول ديالنا. بالنسبه للمول تقدروا تستعملوا مول مربع، تقدروا تستعملوا اوفال اللي متوفر عندكم، غير كتبعوا نفس الطريقه على حسب داك المول. كنشتتو دوك الوريقات وكنجيبو وحده على وحده وصافي وكنجمعوها. صافي كنستمر انا كيف ما كتشوفوا. هنايا راه انا ديجا غير مونطيتها، قديتها واحد شويه، دخلتها طيب باش نطيبوها نص طيبه ولا نطيبوها كامله ونخليو تسخن حتى كيقربوا الضياف ديالنا يجيو. صافي غادي نمونطيها. بالنسبه للطياب ديال البسطيله، طياب البسطيله كتبغيها تكون على المهل. غادي نشعلوا عليها الفران من التحت درجه حراره 170 حتى ل 175، ونخليوها طيب من التحت على خاطرها حتى تحمر وتقرمل. ديك اصلا راه لا فاخس ديجا طايبه وماشي كونجليس كيف ما غتاخذ لكمش الوقت بزاف. نخليوها تقريبا واحد نص ساعه ثلث ساعه. نتوما كل مره حاولوا تقلبوا البسطيله ديالكم واش تحمرات من التحت. من بعد ما كتحمر كاضافه هنايا كنبيكيوها بواحد العود هكا باش نخليوها منين تتنفس، باش ديك الورقه ما تبوظش لينا وتطلع. صافي بحال اللي قلت لكم، ملي كتطيب من التحت مزيان غادي نشعلوا عليها من الفوق حتى تحمر ونطفيو عليها. بالنسبه للديكوراسيون استعملت هنايا الكروفيط غريز مليحه بزار وشويه ديال زويته بلديه وخليته يتسوطا. من بعد ما كطيب ليا البسطيله ديالي كتزين، انا كنقول لكم هنا التزيين يكون اختياري باش ما جاب الله. انا هنايا توفرت عندي موتزاريلا حكيتها بحال هكا، درت داك التبصير ودورت عليه البسطيله. راك التزيين ديالها كيبقى اختياري. خديت هاد الوريقات البسطيله لويت كل وحده ودهنتها بالزيت بعدا وديك التحميره لويتها وقطعتها هكا مرصويات ودخلتها للفران حتى تحمرات. صافي هي اللي كندير بها هكا الوسط. كنحاولوا نجمعوها. بالنسبه كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. هنا استعملت انا دي طرونش هكا، استعملت كروفيت، استعملت هكا سوريمي. بالنسبه لينا للدار نقدروا نستعملوا غير حامض فخوماج ولا غير داك الورقات بسطيله نحاولوا نديروا بها واحد هكا زويويقه وتكمل وندخلوها تحمر. صافي هذا هو بالنسبه لي التزيين اللي درت هنايا. صافي ضيافي كانوا جاو، بديت خرجت هنا راه غير سخنت البسطيله ديجا كانت طايبه، خليتها تسخن واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه على المهل. كنزوقوها كيف ما كتشوفوا وكنقدموها لضيافنا. كتجي جد رائعه. راه ما تقيدوش بالكونتيتي وما تقيدوش ب... ب... بالعبار ديال البسطيله. نقدروا نستعملوا نصايبوا غير وحيده صغيره للدار لوليداتنا علاش لا. صافي هذه هي البسطيله ديالي كتجي جد رائعه. البنه حاضره. داك الحوت كيبقى لوغو ديالو وديك الشرموله لوغو ديالها. وكنشكركم على المتابعه وكنتمنى تفاعلوا مع الفيديو وديروا لايك. وشكرا من القلب على كاع لي كومونتير ولي بارطاج.